اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي في الصورة هي الإعلامية والمذيعة سلوى حجازي، واللي كتير من الناس أو الجيل الجديد ما يعرفهاش، لكن الجيل القديم يعرفها كويس جدا جدا. هي المذيعة اللي أسقطت الطيارة بتاعتها القوات الإسرائيلية في سيناء. تعال أحكي لكم القصة والحكاية، وما تنسوش اللايك والاشتراك. بدأت المذيعة سلوى حجازي مع انطلاق التلفزيون العربي، وكانت تتكلم الفرنسية بطلاقة، وده اللي خلاها من المذيعين الأوائل اللي ساهموا في إنشاء التلفزيون العربي، وكان ليها برامج كتيرة جدا زي مثلا برنامج شريط تسجيل، وبرنامج الفن والحياة، والعالم يغني، وريبورتاج. ومن أشهر برامجها كان عصافير الجنة، واللي عمل لها قاعدة كبيرة جدا من الأطفال، وكانوا مسمينها وقت برنامج عصافير الجنة ماما سلوى. سلوى حجازي العديد من اللقاءات التلفزيونية مع مشاهير زي نزار قباني وفيروز، وكمان كانت مصاحبة لأم كلثوم في حفلها اللي كان في فرنسا، واللي كان مقام على مسرح الأولمبيا بفرنسا بعد نكسة 67 لجمع فلوس للمجهود الحربي. بتحكي رضوى الشريف لجريدة الأهرام اللي هي بنت سلوى حجازي، وبتقول إن برغم كل الشهرة اللي خدتها سلوى حجازي في حياتها، إلا إنها كانت غير سعيدة بالقيود اللي كانت مفروضة عليها نتيجة شغلها ده، واللي كانت بتضايقها جدا في حياتها، ومش قادرة تمارس حياتها بالطريقة الطبيعية زي أي حد. وفي 21 فبراير عام 1973 بتقلع الطائرة اللي راكباها سلوى حجازي من طرابلس إلى مطار القاهرة، ولكن الرحلة 114 اللي بتقل سلوى حجازي تتعرض لعاصفة رملية شديدة جدا، واللي بتفقد السيطرة على الطيارة، فبيضطر قائد الطائرة إن هو يعتمد على الطيار الآلي. الطيار الآلي بدوره دخلهم في صحراء سيناء، واللي كانت محتلة من إسرائيل، واللي بدورهم بيسقطوا الطائرة حفاظا على أمنهم الاستراتيجي والسياسي، وبيلقوا كل ركاب الطائرة حتفهم ومصرعهم في صحراء سيناء عشان تتوفى المذيعة والإعلامية سلوى حجازي عن عمر 40 عام. لكن وفاة سلوى حجازي أحدثت ضجة في الشارع المصري بشكل كبير جدا، خاصة إنها كانت مذيعة محبوبة جدا. رساها الشاعر الكبير أحمد فؤاد نجم وعمل قصيدة سلوى العزيزة. أما الرئيس السادات فأعطاها وسام العمل من الدرجة الثانية واعتبرها من الشهداء. لو وصلتوا معايا لحد هنا وعجبكم الفيديو، تنسوش اللايك والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد وحكاية جديدة. سلام.